السلام عليكم، ازيكم يا كنفاوية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو بتاع النهارده انا جاي اقول لك ازاي تقدر تعمل كفر للفيسبوك او غلاف للفيس على كانفا من الصفر بكل سهولة. طبعا موضوع الكفر ده انت ممكن تكون مفكر ان الموضوع صعب، بس عايز اقول لك ان الموضوع بسيط قوي، كأنك بتعمل تصميم سوشيال ميديا او ابسط من كده كمان. انت محتاج بس اللوجو وصورة بسيطة كده او شكل بس تحطه في الكفر، وارقام التواصل والعنوان بس. مش عاوز يعني الكفر مش بيكون فيه كلام كتير واشكال كتير، لا هو حاجة هادية كده تتحط في الصفحة كبرواز علشان اللي يدخل على البيج على طول او الصفحة اللي قدامه يروح شايف التفاصيل والارقام ومش عارف ايه واللوجو بتاع الشركة او البراند بتاعك. تمام، تعالوا دلوقتي اوريكم الكفرات اللي انا عملتها على كانفا. هما تقريبا كانوا 5 أو 6، يعني ما عملتش كتير بصراحة، لان انت بتعمله غالبا لما بيطلب منك هوية بصرية. لما بتعمل هوية بصرية فبالتالي انت بتعمل كل حاجة للبراند بتاعك، لوجو والوان والكفر ومش عارف الكارت كل حاجة. يعني باذن الله ابقى اشرح لكم فيديو ازاي تعمل هوية بصرية. انا بحاول بس الاول شرحت طريقة تصميم اللوجو او ازاي تعمل لوجو. لو انت ما اتفرجتش على طريقة تصميم اللوجو ادخل على القناة هتلاقي كذا فيديو اتفرج عليهم، وخليك مستعد للفيديو بتاع الهوية البصرية، عشان الفيديو بتاع الهوية البصرية معتمد على الفيديوهات بتاع اللوجو اللي احنا عملناه قبل كده. تمام، فمن غير كلام كتير يلا ندخل في الفيديو بتاع النهارده. بس ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتعمل لايك وتأكد انك مشترك في القناة. يلا بينا. بعد ما دخلت على كانفا هتلاقي كلمة إنشاء، دوس في البحث هنا اعمل كفر أو غلاف فيس. اعمل مثلا اكتب غلاف فيس، هتلاقي غلاف فيس أفق، دوس على أفق كده. تمام، هتلاقي فتح معاك المقاس اللي انت شايفه ده المقاس بتاع كفر الفيس اللي احنا هنشتغل فيه. تعالوا نضيف صفحة على الشمال تاني علشان نضيف الكفر اللي انا قلت لكم هعمله، علشان نبقى نشوف هنعمل واحد خطوة بخطوة يعني مع بعض. تمام، بص يا كنروي، ده الكفر اللي احنا هنعمل في الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه تعالى اقول لكم ازاي قدرت اعمل الصوره دي، اللي هو الراجل قاعد جنب الممرض على الكنبه واللون بتاعهم ازرق، ماشي يعني مع الهويه بتاع المركز ده او البراند بتاعك. تمام، اول حاجه هتاخد اللون بتاع الهويه، مثلا اللون الازرق، اول لون ازرق بس بتاع الهويه. بعدين تروح داخل على شات جي بي تي او على جيميناي عادي الاتنين. تمام، نقلب الصفحه بس على الشمال كده، ادخل على شات جي بي تي، قول له عايز صورة ممرض قاعد جنب مسن ماسك ايده وبيطمنه مثلا، وبيطمنه ومبسوطين وقاعدين على الكنبة، او مثلا سرير، اي حاجة قاعدين على الكنبة. الصورة بدون خلفية وتكون اللون الازرق. تحط بقى الكود اللي انت جابه دلوقتي من كانفا، وبعدين ابعت الكلام يا باشا. دقيقة بالظبط وتلاقي عمل لك صورة مية مية. هبص الحتة لحد ما يعمل الصورة وارجع لكم تاني. هتلاقيه عمل لك صورتين زي اللي انت شايفهم قدامك دول، اول صورة دي، تاني صورة اللي انت شايفها دي. مثلا انا اقول له عاوز الصورتين يبقى كاملين، يعني الجسم بتاعهم يبقى كامل كله. بص كانفا هتلاقيه عمل لك الصورة زي ما انت شايف كده، احسن من اللي انا عاملها كمان في الكفر اللي فات. دوس حافظه كده، هتنزلها عندك، ارجع على كانفا تاني وارجع للكفر اللي انا عامله. بص هتلاحظ ان نص التصميم الخلفية مقسومة ابيض والنص التاني ازرق. ازاي نقسمها؟ ادخل على العناصر كده، بعدين ادخل على الاشكال اللي تحت او ابحث مثلا على مربع. هات مثلا شكل المربع ده، خلي اللون ازرق. تمام، ممكن تخليه بالشكل ده، يعني بص كبره كده، خليه في النص كده. تمام، بعدين ضيف الصورة اللي انت لسه منزلها من شات جي بي تي. دي الصورة اللي انت لسه منزلها من شات جي بي تي، بعدين شيل الخلفية بتاعتها، دوس مزيل الخلفية هتلاقي شالك الخلفية، نحطها في الحتة دي، وبعدين نعمل لها ظل في آخر الفيديو. بس سيبها هنا الأول دلوقتي. تمام، انت ممكن تسيب الخلفية نص أزرق كده، أو ممكن تمسح المربع ده وأقول لك شكل تاني أحسن من ده كمان. بعد ما تدخل على الأشكال، بعدين انزل تحت كده هتلاقي في حاجة اسمها أشكال خريطة التدفق، اختار الشكل ده كده. بعدين هتلاقي اللون أزرق، لو ما جاش أزرق غيره خليه أزرق. بعدين ادخل على الطبقات، خليه من تحت صورة الراجل أو الممرض يعني. تمام، بعدين لف الشكل ده كده، هتلاقيه عندك بقى بالشكل ده. تمام، ممكن ننزل هنا شوية كده أو نطلع هنا نشوف الصورة الأصلية. الصورة الأصلية معمول كده عادي، يعني سيبه كده أو نزله تحت شوية. تمام، تاني حاجة بقى المفروض نضيف اللوجو. ازاي نضيف اللوجو بالطريقة دي؟ ادخل مثلا على العناصر، اختار شكل دائرة، خلي اللون بتاعها أبيض أو أزرق، مثلا نخليه أبيض ونحطه هنا. تمام، نحطه في الحتة دي مثلا كده. بعدين نجيب صورة اللوجو، ممكن تستخدم اللوجو اللي انا لسه عامله احطه هنا مثلا اللوجو ده، او انا مثلا اجيب لوجو وهمي علشان تبقى شايفين انا اعمل ايه. خش على العناصر، بعدين ابحث على لوجو طب مثلا،
هتلاقي في حاجات زي اللي انت شايفها قدامك دي ظهرت كده. اختار اي شكل من دول كده كده، يعني التصميم المهم بتاعنا. اختار الشكل ده مثلا كده، وخلي اللون نفس لو لقيته مثلا اسود او اخضر ومش عارف ايه، خليه نفس الالوان بتاع الهوية اللي انت شغال بيها. ماشي تمام. بعدين نحطه على الدايرة دي. واقول لك حركة حلوة برضو جامدة. شايف انت الدايرة اللي تحتيه؟ الدايرة دي حطها الاول تحتيه كده، بعدين هتلاقي كلمة النمط. شايف كلمة النمط اللي تحت؟ دوس عليها، بعدين اختار اول خط ده، او اختار مثلا الخط ده، اختار يعني اي واحد من دول. مثلا اختار اول واحد، وخلي سمك الرسمة خليه مثلا 2. تمام. بعدين خش على لون الخط، خليه نفس اللون الازرق اللي تحتيه. بص بعمل كيف. تعال نرجع للكفر بتاعنا نشوف موجود ايه في كمان. لو لاحظتوا هتلاقي كلمة خبراء الطب المنزلي ورعاية طبية تبدأ من باب بيتك. الكلام ده طبعا ممكن تخلي شات جي بي تي قول له عاوز جملتين أو عاوز كلام أكتبه على الكفر بتاع فيس. تمام. هناخد الكلام من هنا نسخ، دوس على المزيد بعدين نسخ. انت خش على شات جي بي تي زي ما عودتكم وخليه يعمل لك جملة ضيفها. تمام. بعدين دوس المزيد، بعدين دوس لصق، هتلاقي اتلصقت كده. صغرها شوية هنا وهات اللوجو على الشمال شوية. تمام. بعدين نزود كبرها شوية كده. تعالوا نجيب الجملة التانية. رعاية طبية تبدأ من باب بيتك. دوس المزيد بعدين دوس لصق، هتلاقي لونها أبيض. خش على عناصر، أقولك ازاي برضو تختار شكل عشان تبقى واضحة. اختار مثلا المربع ده كده، بعدين خلي اللون أزرق بالشكل ده، بعدين صغره، صغره فوق كده. تمام. بعدين حط رعاية طبية تبقى جوه بقى بالشكل الجميل ده. تمام. تعالوا نشوف موجود ايه كمان. موجود تحت بقى الارقام التواصل والعنوان ومش عارف ايه. طبعا العميل هيبعت لك الارقام والعنوان ده. تعالوا ناخده نسخ من هنا على طول. مزيد بعدين نسخ، بعدين ترجع تاني دوس المزيد بعدين لصق. تعالوا نجيبوا العنوان، المزيد. الموضوع سهل يعني، المهم يعني تخليه بسيط على قد ما تقدر. دوس المزيد بعدين لصق ونزله تحت هنا شوية. كفر بالذات يعني خليها حاجة نظيفة على قد ما تقدر. يعني احنا ممكن كمان ما كناش ضفنا الكلام ده كله، بس هو الكلام ده كويس عشان اللي يشوف الكفر على طول اول ما يدخل على البيج يعرف ان البيج دي مثلا للتدريب الطبي، للطيران، للعقارات، مش عارف ايه. فاهمين الكلام ده بس. لكن كل ما تبقى فاضية او خفيفة وهادية يبقى احسن الكفر. تعالوا نرجع للكفر اللي انا عامله. هتلاقوا فيه قلب كده ورا. تعالوا نجيبه ازاي من كانفا. هتخش على عناصر، اكتب في البحث يعني قلب، بعدين هتلاقي كلمة تصاميم الجرافيك، خش عليها هتلاقي الشكل ده كده. تمام. بعدين خلي اللون أزرق، اوعى تسيبه أحمر، لا الهوية بتاعتنا زرقاء فتخليها أزرق. بعدين خش على الطبقات، خليه تحت الكنبة دي. نزل ده لتحت شوية كده. تمام. ممكن تنزل الخلفية دي لتحت كده بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام. بعدين دلوقتي عاوزين نعمل ظل للكنبة والراجل ده. ممكن تدخل على الظلال من هنا على طول، يمكن تلاقي ظل كويس اصلا معمول لها ظل كويس. ادخل على الجانب ده كده خفي، أو ممكن تدخل على المائل بزاوية وخلفية. أنا هسيبك من ده كله وتعالى أقولك ازاي تعمل ظل كويس. ممكن تدوس تكرار كده، تكرار للصورة بتاعتك، بعدين دوس انعكاس، بعدين دوس انعكاس عمودي، بعدين خليه من تحت خالص كده، وبعدين خش على الطبقات خليه من تحتيه، بعدين قلل الشفافية بتاعته. تمام. ممكن تسيبه كده على فكرة. ممكن تدخل على عناصر، اكتب في البحث ظل. تمام. هتختار اي شكل من دول مثلا كده، وبعدين خش على الطبقات ونزله من تحت الكنبه دي كده بالشكل ده، وتحط مثلا ظل تحت الرجل دي وظل تحت الرجل التانية. بس انا يعني مش شايف ان هي مش مستاهله اوي يعني، محدش هيركز معايا. المهم يعني زي ما انت شايف اللوجو يبقى باين والكلام يبقى واضح، يعني ما يبقاش الكلام صغير كده. بص لو كده في حد بيقول عليك هتبقى شايفه، لا خليه كبير كده يعني كويس الناس تقدر تقرأه وكده. فاهمين؟ تاني حاجة يبقى في صورة بتدل على المجال بتاعك. طبعا رعاية طبية هو المركز لمساعدة المسنين، يعني رعاية طبية منزلية يعني، فاهم؟ فهو ده الممرض قاعد مع المسن وكده، فبان ان هو يعني لرعاية المسنين. فاهمني؟ تبقى حاطط اي صورة تدل على البراند بتاعك او المجال بتاعك، بعدين تضيف اللوجو، بعدين تضيف ارقام التواصل والعنوان. بس يا كان ده الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا حتى لو بكلمة واحدة وبس. ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتعمل لايك واشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.